صباح الخير يا وجهي. صباح النور يا عمار، صباح النور. كيف حالك؟ وين انت اليوم تأخرت؟ مشي طبيعتك ولا هي عوايدك؟ بيني وبينك انا مريت لعند واحد من الزملاء حق الجمعية اسمه نذير علشان اسأله على حق الأرضية. وش قال لك؟ متى بتستلم الأرضية؟ والله كان المفروض ان استلم القسيمة حق الأرض اليوم، بس ما أناش عارف ما هو سبب تأجيل الموضوع لحد الآن. أنت ايش ناوي تعمل؟ والله بيني وبينك أنا الصراحة راكن على نذير، لأنه قال اليوم عيسى عند رئيس الجمعية ويتأكد من الموضوع ويبلغني تلفونيا. الله يعينك، الله يعينك أنت وحقك هذه الأرضية الذي شغلتنا عليها يوميا يوميا، وأنت بتقول الأرضية الأرضية. خير، اشتغل. تلفون، يلا بشارك. هذا نذير. على الله ما يكون نذير شو. نذير، بشر. كيف؟ ايش معقول؟ مالك يا عمار؟ ايش حصل؟ طلعت الجمعية وهمية وضاعت الأرضية. أبوها الأرضية يا أخي، ولا تزعل نفسك. كيف لا أزعج نفسي يا نبيلة؟ أنت عارف إنه شقاع عمري يضع في هذا الأرضية. ولا يهمك، كل شيء حيتعوض. أحمد الله العافية. الحمد لله على كل حال. أيوة يا بني، لا تمرض ولا تقهر نفسك عسب هذه الأرضية. بس يما تداري إنه أمنية حياتي من زمان أشتري لي أرضية وأعملها علشان نرتاح من بيوت الإيجار وثقالة الدم المؤجرين. أنا دارية، لكن ما نفعل. الله ما أردش. الحمد لله على كل حال. وبعدين أنا عارفة إن أخي رجال ولا يمكن موقف زي هذا يهزه. بس أنتوا عارفين إنه عمي أبو سامية أوافق على خطبتي من بنته إلا بعد ما عرف إن معي أرضية. عمار، لا تقلق من هذه الناحية. أقصش. قصتها يا ابني إن تشل الذهب حقي وحق خواتك وتبيعهن وبقيمتهن تشتري أرضية. ما هذا الكلام يما مش معقول. أنا أخليك أنت تبيع عن ذهبكن والله ما اشتيش. سهل يا أخي، أهم شيء تفك ضيقك، ولما ربنا يفرجها عليك أتعوضنا. الله يعوض، الله يعني يطول عمري علشان أعوضك. وينه يا بنتي وش لهذا الحين؟ في العمل لهذا الحين. ها سكسكة قومي افتحي الباب مدري وهو. عمرو بي طويل يمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين انت يا رجال هذا الحين؟ كنت في العمل. اقلقت انا عليك ومالك شكلك تعب هكذا. تعبان شوية. الف سلامة عليك. سمعتي آخر خبر يا بنتي؟ خير يا با. عمار ما با؟ طارت حق الأرضية. كيف؟ هي صدقتي؟ سمعتي كلامي؟ انا قلت ايش من ساعتها هذا العريس دبور. ما صدقتيش، رجعتي لعند كلمتي. يما اصبري شوية بس لما نعرف الخبر. قومي انت يا كريمة جهزي لنا الغداء. حاضر يا حسن. بس ولا يهمش يا بنتي، أعرف ليش إيش الذي حصل وبعدها يكون لنا خبر. خير يا بنتي خير. يا عمار، يا عمور، يا عمور. عمار آه. هذا جارنا صفوان بيدق الباب.
الو جارنا صفوان بدق الباب. يا الله، قوم افتح له الباب وبصير ما يشتي. احنا بختي بصفون كل يوم يتضارب له واحد وكل يوم الساعة له واحد. اوه يا عمور، يا عمار، ها صفوان اهلا وسهلا، حياك الله. خير او بالمشاكل ولا شيء؟ لا خير ان شاء الله. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله، بس انا كنت اشتكي في موضوع. تفضل، ما اتكلم بالباب، تفضل. يا الله، اهلا وسهلا، تفضل. الله يا ساتر. الله اهلا وسهلا يا صفوان. الله يخليك. يا مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله. وعفوا للازعاج يا اخ عمار. الله المستعان عليك، عيب عليك الكلام هذا يا صفوان. البيت بيتك في اي وقت. وانا ما خلاني اجي لعندك الا طيبتك هذه. الله يخليك. شوف يا اخ صفوان، بدون مقدمات وبدون ما تحرج، احنا اخوه وجيران، ودخول في الموضوع اذا اقدر اخدمك في شيء انا مستعد. المرة هذه يا اخ عمار انا الذي واجي علشان اخدمك. كيف؟ طبعا انت عارف ان انا تعبت من بيوت الايجار، وقدك عارف طبيعة قائد هذا صاحب العمارة الذي انا مستأجر منه، كل ساعة يجي يدور له مشاكل وساعة يشتري زيادة ايجار. طبعا انا معي 10 لبن اللي حصلتهم من الجمعية، انا ببيع لك 5 لبن، والخمس اللبان الباقيات انا بعمل لي بهن غرفتين. ففكرت في بك لانك حبيبي وصديقي، فقلت صديقي اولى من الغير. من قال لك انك تشتري ارضيه؟ ابوك قال انك تدور ارضيه تشتريها بدل الارضيه التي ضاعت عليك في حقكم الجمعيه. بس يا اخ صفوان، انا صح اشتري ارضيه بس ما تكونش في جمعيه، كفيني المقلب الاول. طبعا يا اخ عمار الجمعيه حقنا مضمونه وناجحه 100%، والدليل على ذلك ان اراضيها موزعه ومعها مخطط، وقد سلموا لنا القسايم مع اوراق الملكيه من زمان. مش معقول. انا ممكن اروي لك، وعلى فكره انا لا يمكن اكذب عليك، وممكن ان انا اروي لك الارضيه الان. واذا عجبتك اتفقنا، واذا ما عجبتكش بين البايع والمشتري يفتح الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. انا قلت انت لانك صديقي انت اولى من الغير، لانه انت جاري وحبيبي. انت تعمل طاقه انا اعمل طاقه، انت تعمل باب انا اعمل باب، انت ما تعمل باب. اكيد تعمل باب، ولا عدا خليها وكلب من بوابه يا صفوان. الله يخليك الله يخليك، ابعد ايدك من نفرتك. تفضل اروي لك. يا صفوان، معك حبيبي. نظام الارضيه هذا مضمونه؟ يا رجال عيب الله المستعان. يلا. انا من سب زيد تقتنع بدخل اروي لك المخطط ولا القسيمه، اول كرت من سب تقتنع. يلا ان شاء الله. ثواني. يلا. سمعتوا كلهن؟ اما هذا ما هن. لقد ضرب الارضيه بفهمك كل حاجه. يلا تمام ان شاء الله. الطاقه بالطاقه والباب. بالباب. ما تعمل باب. ها ما عاد خليها وكلب من بواب، مالك يا صفوان. الله يخليك. شفت؟ ايوه. هذا بيكون شارع. شارع اي اسمه؟ شارع 18 ايوه. او 18 ونص. 18 ونص. وهذا بيكون الشارع الثاني. شارع اسمه؟ 24 ولا شارع 24 ونص. وين ارضيه؟ هذه. هذا. شفت؟
يعني ما شاء الله طلعت حقكم الجمعية هذه مضمونة وحقيقية ها؟ الله المستعان، الجمعية حقنا مضمونة، مو حقكم الجمعية فاشلة. وبعدين أشياء أروي لك إن الجمعية حقنا مضمونة وأراضيها مضمونة، وأزيد الشيء أروي لك المخطط. أيوة المخطط، أهم حاجة المخطط. المخطط ابعد يدك من أخرتك. شوف الله، هذا بيكون الشارع اللي هنا. ايوه اللي هنا صح المخطط. وهذا بيكون الشارع الثاني. ايوه. وهذه النافوره. ايوه. والسمك بيكون يجي من فوق وسط النافوره. من السمك يجي من فوق؟ مالك يا مالك يا صفوان. يا اخي السمك بيجي. واصل. شوف كيف ابعد يدك من نخرتك. شوف كم مقصدي؟ يعني بتكون في اسواق، وانا علشان حبي فيك بجيب لك الخمس اللبن الذي على الشارع الرئيسي. ليش تظلم نفسك يا صفوان؟ انا اشتي اللي في الزاويه، الشارع لك عادي. لا تظلمش نفسك. لا اسمعني. ها. انا اشتي ادي لك هذا لو فكرت تفتح لك بوفيه، تفتح لك دكان، تفتح لك مطعم، بقاله. تفتح بقاله؟ ايش تفتح بقاله؟ والله لا تشتغل زي الحريق. وانت ليش تشتري الزاويه؟ انا اشتري الزاويه لانه يا اخي انا الدكتور قال لي خذ لك المكان الهدوء. ها صح. فانا صورتك تاجر. والله انك قلبي حاسس انه بتكون انت الوكيل المعتمد. الله يخليك يا صفوان. لجميع الصحون. الحين جاهز يعني امورك؟ اموري جاهز، انت جاهز؟ انا جاهز، فلوسي جاهزه ونص، مع باقي لا نقول اوراق الملكيه. خلاص ما دام فلوسك جاهزه الان نتحرك لعند رئيس الجمعيه. ايوه. ونعمل كل حاجه. خلص على ضوء. ابعد يدك من نخرتك امان الطمك. بس خلص. تفضل حبيبي. تفضل. الله والله. شوف هذا بيكون الشارع من هنا. والنافوره هنا. انا داري. والسمك يجي من فوق. ايش من سمك يا صفوان؟ الله يحفظك. سمك يجي من فوق يعني. يا اخي ابعد يدك من نخرتك. شو هاد امانه اعمل لك بس. حي الله بنبيلة. الله يخليك. اخ يا نبيلة، لو انا داري ان عمار عيتعب هكذا ما اشترطت بيت لوحدي. بالعكس يا سامية، هكذا أحسن علشان تعيشي مع زوجك بحرية. أنا دارية، بس بلغي خش عمار لا يقلق من ناحيتي أبداً. أنا مستعدة أعيش معه حتى في الصحراء.